من الوصفات الرمضانية المطلوبة بكثرة هما المملحات. لذلك اليوم جبت لكم هنايا زوج انواع تاع مملحات، دي ميني شوصو مع دي ميني كيش. راح نديروهم بعجينه واحده سهله ما فيهاش بزاف مكونات. شوفوا كيفاش يجوا هذوك لي ميني شوصو، حيجوكم فارغين والعجينه حتجي نوعا ما كشغل مقرمشه كي الكاطو. ميم هاد لي ميني تارتولات سالي ولا لي ميني كيش هادوما تاني راح يجوكم فرمجين بحشو بزاف بنين. نبداو على بركه الله. اول حاجه نحضروا لافارس. هنايا عندي في مقله نحطوا زيت، نحطوا شويه تاع لا مارغارين. انا استعملت لو برينتون، عندها الذوق تاع الزبده دونك احتمد لنا ذوق بزاف هايل في لافارس. نحطوا هنايا حبه بصل تكون كبيره في الحجم، ما تكونش مرحيه بزاف بزاف. نقليوها مع شويه ملح حتى تاخذ هذاك اللون البني. نزيدوا لها كميه من صدر الدجاج المرحي، نقليوهم. نديروا توابل، عندنا فلفل الكحل، درت الكوري وشويه تاع الكركم. نقلوهم هكذايا بيان. بعد ما يطيب هذاك الدجاج في الاخر نزيدوا له ملعقه كبيره تاع الجبن الابيض اللي راح يخلي لافارس ديالنا تجي مشمخه وتجي بنينه، يعني ما تجيش ناشفه بزاف. دوكا نروحوا نحضروا مع بعض لابات. عندنا في الريسيبيون نحطوا زوج علب تاع ياغورت طبيعي، تقدروا ديروا غير نص الكميه لانه الكميه هذه اللي حنمدها لكم تخرج لكم كميه كبيره. ولا حبيتوا يعني تقدروا تحضروهم وتحطوا هادوك لي فون دو كيش ديالكم في المجمد ومن بعد توجدوهم غير لافارس. سورتو الاخوات اللي يحبوا يديروا التحضيرات المسبقه. هنايا دوبت لا مارغارين ديالي تاع لو برينتون، درت زوج علب منها. راح نديروا ملعقه صغيره ما تكونش معمره تاع خميره الخبز الفوريه، ملعقه صغيره معمره سكر. نخلطوا، بعدها نزيدوا ملعقه صغيره تاع الملح. نكملوا نخلطوا هكذا. في الاخر نطموا هذوك السوائل بالفارينه حتى تحصلوا على عجينه اللي تكون شاده روحها، تكون متماسكه. ما تعجنوهاش، طموا فقط بالاصابع. هاي لي كلابات، شوفوا لا تيكستور تاعها كما قلت لكم تجي حاكمه روحها، عندها نفس القوام تاع لابات بريزي. هنا نخلوها ترتاح حوالي 20 دقيقه الى نص ساعه، ومن بعد نخدموا المملحات ديالنا. هنا نحلوا لابات بالحلال. شوفوا العجينه ديالنا كي تزيد ترتاح راح تولي لكم واحد العجينه بزاف هايله. نحلوها رقيقه على سمك 2 ملم. نطبعوا هكذا دوائر. هادوك الزوائد كامل نحوهم نطموهم برك بيان، نخلوهم يرتاحوا ومن بعد نعاودوا نحلوهم ونكملوا نشكلوا يعني باقي المملحات. هادوك الدوائر نحطوا لهم لافارسي لازم تكون بارده. نحطوا شويه تاع الجبن. الحواف هادوك ندهنوهم يا اما بالماء ولا بشويه بياض البيض. ونغلقوهم. تقدروا تزيدوا تغلقوهم هكذا بشوكه على الجوانب، ولا تستعملوا هذوك القوالب تاع تشكيل لي ميني شوصوم، يعني فيهم عده اشكال في الاسواق. بنفس الدوائر هنايا درت العجينه ديالي في هاد القوالب هادوما تاع لي ميني تارتولات. نخلوهم يرتاحوا شويه. عاودت وليت لهذوك لي شوصون دهنتهم بصفار البيض اللي درت له شويه حليب، ندير لهم جلجلان من الفوق ونطيبوهم في الفرن. هنايا هذوك لي ميني تارتولات صالي نبيكيوهم هكذا بفرشيطه. نحطوا تاني لافارس لازم تكون بارده، ونوجدوا لاباري اكيش ديالنا اللي فيه حبه بيض، شويه تاع لا كريم فريش، جبن مبشور. تقدروا تزيدوا اي حاجه مثلا اعشاب عطريه ولا معدنوس. نخلطوهم مليح ونحطوهم فوق لافارس. نزيدوا شويه تاع الجبن المبشور ونطيبوهم في فرن يكون ساخن من قبل على 180 درجه مئويه. شوفوا الشكل ديالهم، شوفوا هذاك اللون الذهبي اللي خداوه وبقاو محافظين على الشكل ديالهم. ان شاء الله الوصفه هذه تكون نالت اعجابكم وضروري تجربوهم ونقول لكم شهيه طيبه.